أنا عاطف كامل، مذيع في التلفزيون المصري، وأخدت القرار واشتريت، وكان بداية 2015. على أكتوبر 2016 قالوا إنه الكهرباء والمية دخلوا، دي كانت الحاجة الوحيدة اللي منتظرينها علشان نبتدي نقيم يعني. أول ما الكهرباء والمية دخلوا ابتدينا ندخل المرافق دي بالفعل. خلصت وشطبت وجيت أقمت على طول. يمكن أنا نمرة 6 أو 7 في المقيمين. في الحقيقة أنا متعود على زيارة الهايد بارك كل 3 شهور تقريبا مع مواعيد الانستولمنتس بتاعتي. قبل ما بعمل انستولمنت لازم بكون شايف بالظبط أنا دافع في إيه. كل مرة باجي بخش الهايد بارك بحس بتغيير حقيقي موجود في الموقع. فبيسكلي احنا بنبقى زي شركه صغيره من هايد بارك ممثله في الموقع، عشان اي كلاينت محتاج اي حاجه بعد الاستلام احنا بنحلها له. ولقيت ناس قالت احنا سكننا، فابتديت انا بقى ابقى نشيطه. دلوقتي تقريبا خلصت الداخلي كله، فاضل لي بس اخلص الحدائق وهبتدي اسكن بقى، لان المكان هادي ونضيف ورائع وفيه اداره متعاونه جدا، واحنا حبينا المكان من الاداره بتاعته.